طيب، بارك الله فيكم جميعا. لعلكم إن شاء الله حيا الله الأخ الكريم أبا أحمد، ولا أنسى أن الشيخ عثمان رحب بك وبسمع صوتك، لأن لك يعني غيبة كبرى غيبة كبرى. أخي الكريم أبو المنذر مغلق الخاص، الله يبارك فيك. تفضل شيخنا الكريم عثمان الخميس، ولعلنا نختم إن شاء الله بمشاركة الشيخ. حيا الله أبا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة يعني من زمان ما سمعت هذا الصوت، ماني قايل كروان لكن صوت خلاص من زمان ما سمعناه. وحياك الله أبا أحمد، وأنا صراحة سعيد جدا أني أسمع صوتك. وعلى كل حال بالنسبة لما يقع الآن في إيران، فهذا كنت أقوله منذ زمن، وهو أن هؤلاء المعممين لما سيطروا أو أحكموا القبضة على إيران ليس دليلا على أن الشعب الإيراني معهم، بل إن الشعب الإيراني جرب هذا الحكم، حكم المعممين، لأكثر من 30 سنة الآن تقريبا، وملهم وعرف ضلالهم وباطلهم. ولكن للحماس العظيم عند الشيعة لا يستطيع أن يصرحوا بهذا، وإنما يضربون من تحت الحزام كما يقال. وهذه أول مرة نسمع فيها طعنا في المرشد وهو الخامنئي، والتصريح بهذا الطعن. فأنا أقول هذا الأمر كنا نسمع به من زمان، من أيام الصدر حسن الصدر كان يقول بمثل هذا الكلام، ويقول أن غالب الشعب الإيراني يعني لا يقبل هؤلاء عن المعممين. وهذا الذي أعتقده أدين الله به. وأنا حقيقة لم أسافر إلى إيران، ولكن حدثني بعض الثقات أن المعممين هنا غير مرحب بهم عند عامة الشعب الآن. فالذي يحدث الآن ما هو إلا دلالة على هذا الأمر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يظهر يعني الحق ويبطل فعل هؤلاء عن المعممين وتضليلهم للناس ودجلهم، وليس هذا على الله بعزيز سبحانه وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن الدماء، وأن ينهي هذه الحقبة السيئة حقيقة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك يا شيخنا عثمان الخميس، وبارك الله فيك شيخنا محمد البراك، وجميع الأخوة كلهم باسمي ورسمي في هذا اللقاء المبارك الذي والله الحمد جمع هذه الكوكبة التي بذلت وتبذل، ولا نزكي على الله أحد. وأيضا الأخوة في غرفة استرداد منهاج أهل السنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم تحت ظل عرشه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصبر والحكمة في الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي على أيدينا. بارك الله في الجميع، وأتمنى إن شاء الله أن يكون هناك لقاء آخر كما وعدنا الشيخ عثمان الخميس، وسيرتب له بمشيئة الله عز وجل. ونعتذر أيضا للأخوة في الغرفة استرداد عن عدم التمكن من الإجابة على جميع الأسئلة لأن الوقت لا يسمح. وحياكم الله وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خير فضيلة الشيخ عثمان الخميس على هذه الاستضافة. وإذا كان الشيخ لا زال يسمعني، الدرس الأسبوعي يا إبراهيم لا تفكون الشيخ، لا يطلع من الرياض إلا والشيخ يعني باصم لكم بالعشرة على الدرس، لا تخلون الشيخ يطلع. ما شاء الله يسمع الشيخ يا شيخنا، ما فيها فكة، ما فيها فكة. درس أسبوعي في هذه الغرفة التي والله يا شيخ يعني تضم نخبة من طلاب العلم اجتمعوا فيها، وحقيقة كلهم متلهف إلى الأجواء العلمية. لا يفوتني أيضا أن أرحب بفضيلة الشيخ سعود اليامي، موجود، أنا شفت نكة قبل شوي. حياك الله يا شيخ سعود. والشيخ سعود أيضا مطلوب منك الله يجزاك خير أيضا درس لهذه الغرفة. بارك الله فيكم. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.